قالوا عليه غبي، فقرر يدوس بنزين ويكسر العالم كله. لو عمرك حد قلل منك فاستعد للقصه دي لانها هتعمل ريستارت لدماغك حرفيا. كان في شاب الناس كلها شايفاه مش موهوب ولا عنده اي حاجه، حتى لو موهبه الرسم ولا حتى موهبه الكتابه ولا حتى التحصيل ان هو يطلع زي الكهربائي كده ولا زي النجار، ولا عنده اي حاجه خالص يقدر يتمرس فيها. في يوم مدرسه قال له جمله ممكن تهد اي جبل، بيقول له انا مش شايف فيك مستقبل يالا. الواد من هنا اتصدم، ولكن المصيبه ان الشاب ده نفسه اللي هيغير التاريخ بعد كده. والشاب ده كان اسمه ثيودور جيزل. اول كتاب كتبه اترفض 27 مره، وتخيل كده هو نفسه كان على وشك يمسحه من حياته خالص. لكن في المره ال28 محدش كان مستعد للصدمه. الكتاب انتشر وباع بعدها اكتر من 600 مليون نسخه، رقم بحجم 6 دول مع بعض قد مصر، وبقى اشهر كتاب للاطفال في العالم. الناس قالت ازاي الواد ده عمل كده وهو كان فاشل اصلا في كل حاجه؟ الاجابه يا صديقي لان النجاح مش للناس اللي بتبان عباقره، مفهوم النجاح في الحياه للناس اللي بترفض تستسلم. ثيودور بعد سنين بعد ما بقى مليونير كتب حكمه عالميه بيقول لك لو طريقك مش مفهوم كمل، غالبا الناس هتفهم بعدين. والله عندك حق ودي الحقيقه. مش مهم مين شايفك ازاي، المهم انت شايف نفسك ازاي، والاهم هتكمل ولا هتسمع لكلام الناس السلبي. والاهم من كل ده يا صديقي ما تنساش تعمل شير علشان غيرك يستفاد.